اشمعنى صلاح؟ اسمع مني يا باشا، الواد ده مش سوي. والله العظيم الواد ده مش سوي. الواد ده اكيد يعرف حاجات احنا ما نعرفهاش. صدقني يا باشا، صدقني. هي لما عرفت ان انا اتجوزت عليها انهارت يا باشا. ما هي في الاول وفي الاخر ست. الله يرحمها. الله يرحمك يا نعمة. اتجوزت عليها؟ اه. كمل 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 يا صلاح. انا ما اعرفش موضوع انه اتجوز عليها ده، بس اللي متاكد منه اللي لو نعمة كانت عرفت حاجه زي دي ما كانتش هتسكت ابدا. صلاح ده غلبان، مفيش في ايده حاجة، ونعم الله يرحمها كانت روحها فيه. عشان كده هي قررت انها تنتحر يا باشا. يعني انت عايز تفهمني انها لما عرفت ان انت اتجوزت رمت نفسها في النيل؟ انا لما قريت الرسالة سعادتك ما كنتش عارف انها هتعمل كده بجد. كنت فاكرها بتقول اي كلام. رسالتي دي بعتت لي رسالة يا باشا وقالت لي انها تنتحر عشان انا اتجوزت عليها. قالت لي والله لا انتحر يا صلاح عشان اوجع قلبك طول عمرك. اهي يا باشا، ثانية واحدة. اسعد. هو انت بتعمل ايه؟ ببعت رسالة لنفسي من تليفونها عشان لما ما يلاقوهاش ابقى انا في الامان. هاتي المحفظة. الله يرحمك يا نعم. نعمة مش ممكن تنتحر، لا. نعمة الله يرحمها كانت شخصية قوية وبتواجه، مش ضعيفة، مش زي الناس الخايبة اللي ممكن يموتوا نفسهم. عايز مراتك التانية. حاضر يا باشا، اكلمها لك حالا. لا لا لا، ما تتعبش انت نفسك. هات نمرتها واحنا هنخلي حد يكلمها ويجيبها. حاضر. هي اللي اتجوزها على نعمة سارة؟ لا يا باشا، بعته له امبارح. وصل له استلمه من النيابة. حاضر حاضر. طب معلش اديني نمرته يا باشا. في اي وقت يحطونا قدام بعض. اتأكدي اني قلت اني ما عملتش حاجة، ها؟ وانت كنت تعرفي نعمة بحكم ان انتوا كنتوا شغالين مع بعض في مكتب واحد، لكن من بعد ما اتجوزتيني ها شفتيها شوية مرة. انا هقول نفس الكلام. اوعي يا سارة، اوعي يوقعوكي، اوعي لو اتمسكنا وكل واحد كان في اوضه لوحده وجم قالوا لك صلاح اعترف تقومي انت خاره. لا، اتاكدي اني هقول اني ما عملتش حاجه وما شفتش حاجه. مستحيل هعترف. سامعاني؟ انا مش هعترف ابدا. فاهماني؟ اوعي يوقعوكي يا ساره، اوعي. احنا ممكن نتمسك، احنا ممكن نتمسك، احنا لا نتحبس. لا 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 لا، مش هنتمسك ولا هنتحبس. لا لا، ما هو انا بقول لك كده، انا بقول لك كده عشان تعملي حسابك يا مجنونه انت. اسمعيني، انا بقول لك كده عشان تعملي حسابك. اسمعي كلامي بس واحنا مش هنتحبس، ماشي؟ حاضر. اعتبر الموضوع منتهي يا باشا. تحت امرك يا باشا، انت تؤمر. مع الف سلامه. ها؟ بجد اللي حصل لنعمة ده حاجة فظيعة. أنا حاسة بالذنب إنها انتحرت عشان أنا وصلاح اتجوزنا.
مسكينة. الإشاعات كلها كويسة. عايزة تكملي المسكنات اللي كتبتها لك وتتابعي الجرح وتحافظي على نظافته وتحمدي ربنا، ربنا هو اللي نجاكي. الخبطة دي كان ممكن تودينا في حتة تانية خالص. كل اللي عدى عليا كأني كنت بحلم. كأني مش صاحية، بسمع حاجات بس مش عارفة أقوم ولا أرد ولا أتكلم. كأني كنت ميتة. يا نهار اسود، ده ايه الزمن الاخضر اللي احنا عايشين فيه ده؟ يعني جوزك هو والست دي قتلوكي ودفنوكي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. أنا مش فاكرة حاجة من كلامهم طول الطريق، وأنا في شنطة العربية جوه السكينة غير صوته وهو بيطمنها بيقول لها ما تقلقيش هتعدي. بعدها غبت عن الوعي ورحت شفت الموت. بس كنت بقول لنفسي حاجة واحدة بس، ايه يا نعمة، هتموتي من غير ما تاخدي حقك. قلت لا، أنا مش هموت، هعيش لأجل عيون صلاح وسارة. سيبك منهم خالص يا بنتي، المهم انك قمتي بالسلامة، واعتبري جوزك ده كيس زبالة ورميتيه. محدش بيقلب في زبالته يا بنت الأصول بعد ما بيرميها. أنا مش بس هقلب فيها، ده أنا هحرقها. وكيس الزبالة اللي محتاج يترمي فعلا هو قلبي اللي عمل فيا كده. محدش يطبطب عليا، محبش حد يطبطب عليا. طب هتعملي معاهم ايه دلوقتي؟ احكي لكم على حكايه. مره زمان وانا عيله صغيره، ابويا كان عنده مرافعه في المنيا، وانا كنت بقعد لوحدي عشان امي ميته. وانا نازله رايحه المدرسه عديت على عربيه الفول اجيب سندوتشي. استعجلت الواد بتاع العربيه عشان كنت متاخره على المدرسه. شتمني، استحملتش على نفسي الشتيمه فشتمته انا كمان. قام مد ايده عليا لحد ما الناس جم وحشوا عني.
يوميها ما رحتش المدرسة، طلعت على البيت وقعدت أفكر أخد حقي منه إزاي. كان عندي حصالة محوشة فيها فلوس، وكان في عيال صيع بيقفوا على أول الشارع. خدت الحصالة وجريت على العيال، قلت لهم ياخدوا كل الفلوس اللي معايا ويروحوا يضربوه، بس قعدوا يضحكوا عليا. بس كان فيهم واحد جدع جه معايا وضرب الواد، مرضيش ياخد مني فلوس. روحت البيت وانا جوايا احساس غريب قوي. كنت حاسه ان انا لسه ما خدتش حقي، وانه مش كفايه ان الواد يتضرب. طلعت جري على المطبخ وخدت الكبشه الالمونيا ورحت رزعت الواد على دماغه، فتحت له قرن، وطلعت جري على عم محمود كراسي استخبيت عنده هو ومراته الله يرحمها، لحد ما ابويا رجع وحل الموضوع مع الواد واهله. لحد دلوقتي كل ما افتكر الموضوع ده اتضايق. عارفين ليه؟ ليه؟ عشان بحس اني لسه ما خدتش حقي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.